بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: التقسيم الجغرافي والتقسيم الزمني للتاريخ. أحد أصدقاء القناة الأعزاء وأنا أتعلم من الجميع طلب مني أن أخصص حلقة عن هذا الأمر، فيقول: هل التقسيم الجغرافي يلغي التقسيم الزمني؟ أعتقد القضية ليست بهذه الصورة، لكن من المؤكد أن الجغرافيا توجه التاريخ، وما التاريخ إلا الصراع الجغرافي. الزمن عنصر رئيسي للغاية، مع ملاحظة أن وراءه جدل. لقناعاتي الشخصية لا يوجد ماضي، نحن في حاضر مستمر. ثم أن أخطر شيء توهم امتلاك الزمن وتقسيمه. أنت متى تمتلك شيئا ما؟ عندما ينفصل عنك وترصده فتقسمه، هكذا في الجوانب المادية. لكن الزمن نحن في داخله، فكيف نقسمه؟ فتقسيم الزمن إلى تقسيم التاريخ إلى تقسيم ثلاثي تريبل ديفيجن في هيستوري أكذوبة كبرى، وتوهم حقيقي من المؤرخين أنهم يسيطرون على التاريخ. كلام غير منطقي. فندرس نطاقا جغرافيا من خلال فترة زمنية محددة، مع ملاحظة أن هذه الفترة المحددة ندركها كاضطرار أكاديمي للدراسة، وندرك أنها جزء من ما سبق وما لحق، after و before. هذه نقطة مهمة، لأن اقتطاع مرحلة من التاريخ بدعوى الأكاديمية لها مشاكلها. ووجدنا من الباحثين من يتصور أن المرحلة التي يدرسها هي مرحلة decisive حاسمة. قد ليس هكذا، لأن كل باحث يدرس مرحلة يتصور أن هي الأساس. من قال هذا الكلام؟ هذا وهم، يتوهم الباحث، يتوهم المؤرخون أشياء ليست على أرض الواقع. وفي أحد أقسام التاريخ في العالم العربي توجد 4 غرف: غرفة للتاريخ القديم، غرفة للعصور الوسطى الأكذوبة أصلا، غرفة التاريخ الإسلامي، غرفة التاريخ الحديث. ال4 غرف دليل على أن هؤلاء المؤرخين مع تقديري لهم لم يفهموا ألف باء التاريخ إلى هذا الحد. تقسيم ثلاثي وغرف، نضع أنفسنا في زنازين ويتصور كل فريق أن هذه الغرفة ملكه. منتهى الاستلاب الذهني. ونتج عن هذا كل تصارع على وهم أنه متخصص. أي تخصص؟ أنت تخدع نفسك بأنك متخصص، وتردد مقولة الآخرين، ولا تقدم جديدا حقيقيا في دراستك. أقصد جديدا عما قدمه الغرب. هناك في دراسات ممتازة قليلة ونادرة، لكن الغالبية الترجمة والكتابة، ويقول لك أول مرة باللغة العربية. هذه عبارة تعزية وليست عبارة حقيقية. متى يحترمنا الغرب؟ عندما نحافظ على هويتنا، عندما لا نتوقف عن القابلية للاستعمار التي حذر منها فيلسوف الجزائر العظيم مركب النبي. فالتقسيم الجغرافي لا يلغي التقسيم الزمني. وأخطر شيء تقسيم التاريخ إلى 3 عناصر: قديم وسيط وحديث. هذه أكذوبة كبرى، وسرنا وراء الفرنسيين، وكذلك تاريخ الأسرات الحاكمة. وبعد هذا يقولون: لا، المهمشون، الحق عندك واحد مهمشون وصلحوا بمنطق القهاوي في القاهرة. هذا كلام غير طبيعي يا جماعة. كفانا اللهس وراء المؤرخين الغربيين الذين نتوهم أنهم نحن الذين علمناكم، وكنا سادة الكتابة التاريخية.